الاكل بتاع عمرو بيلا زفر وما تجيش. لقيت عمرو بيلا بيقول لك انا فتحت مطعم، الراجل اللي اتفق في جميع مطاعم مصر فتح مطعم، الاكل بتاعه يبقى عامل ازاي؟ ما تيجي نجربه. فاتح في التجمع الخامس وكمان بيعمل بريسكت. احنا جينا هركع عشان نجرب الاكل عندهم، وعمرو عامل ضجه على السوشيال ميديا وبيقول لك بقى انا دخلت في الفرانشايز دوت عشان ادغدغ الدنيا وغير بقى مفهوم الشورت ريبس ومفهوم البريسكت عموما عند الناس كلها. عموما انا طلبت حاجات خفيفه كده من عندهم، طلبت واحد برجر بالبريسكت نجربه مع بعض دوت، سعره 235 جنيه. نفتح السندوتش كده، عاوز اوريكم شكله من جوه. بص الجبنه طعمها تحفه، لحمه بصوا بتفرول ازاي، يدل على ان هي مليانه لحمه ما فيهاش فول سوا خالص. تعالوا كده نجرب البريسكت لوحده. بصوا كده شكله، ريحه السموك باينه فيه جدا. عايز اقول لكم ان طعم البريسكت تحفه جدا، فانا لغايه دلوقتي مبسوط من البرجرايه ديت. احنا طلبنا بيتزايه بس مش بيتزايه عاديه، لا بيتزايه بالبريسكت. هل طعم البيتزايه في اللحمه البريسكت هتختلف عن اللحوم العاديه؟ ودي بقى ميكس اللحوم عندهم اللي هي اللافر ميت، هي فيها سوسيس، واخده بيبروني، واخده سجق المدخن، واخده كمان البريسكت. بيتزايه حلوه ولذيذه جدا، والعجينه معموله باحترافيه، حتى التسويه بتاعتها حلوه. شورت ريبس بقى لو كويسه بصراحه يبقى المكان كله كويس، لان دي اهم حاجه بالنسبه لي انا في اي حد بيعمل لحمه سموكر عموما. بصوا هي شكلها، المفروض ديت بتتحط في السموكر 24 ساعه تسويه وبتستوي على البخار بس. فانا شايف بصراحه ان هي حته اللحمه دايبه جدا، بس ديت بقى ناشفه يعني ما فيش فيها نسبه فات زي دي. انا عجباني دي عشان فيها حته فات. وتدوق الشورت ريبس، هل يا ترى يبقى حلو ولا زفر؟ لا انا مش هجرب، زفره زفره قوي قوي قوي. عملناها قبلك يا حاج، احنا بعنا الطريق ده كله. بس زفره. دول طب دوق انت كده. انت عارف مفيش حاجه بتعجبني. ماشي. الف حبيبي حبيبي. انت دوق، انت قول لي رايك. طعمها حلو. انا عاوز تفوق كده بقى. ودي يا باشا. بصوا بقى احنا هندوق حته من الشورت ريبس كده بالعسل. هتفرق معاك ده بالعسل زفره ولا زفرت اكتر؟ ده هي كده زفرت اكتر يا عمرو بصراحه. انت حطيت العسل بايدك زفرت اكتر، بس هي حلوه. اه العيب في ايده هو يا جدعان على فكره. ايوه صح. الاكل مش بايظ. لا مش بايظ. عايز حته؟ زي ما قلت لكم يا شباب ان الشورت ريبس عندهم الكيلو عامل 1950، وديت قطعه لحمه ممتازه جدا، بس هم عاملين عرض عليها ب 1500 جنيه، واقل حاجه تطلبوها التلت. والاكل حلو، ما اقدرش اقول لك وحش، مش هنافق نفسي يعني لو انت ما بينك وما بين اي حد خصومه، بس انا الاكل عجبني بصراحه وتجربه ممتازه جدا. واللي جرب يقول لنا ايه رايه، واللي لسه هيجي يجرب ويقول لنا ايه